عندي 10 أرجل. مرحبا، كيفكم أصدقائي؟ اليوم سوف أصطحبكم معي إلى مغامرة جديدة من مغامرات الشاطر حسن في أعماق البحار. واو، المكان تحفة فنية بجد وفيه صوت موسيقى. أز كابوريا أز كابوريا لو أزوني هأز البقى بيجا دي ما تنتجي والحاجة بيجا دي ما تنتجي يا متنجم عنك دعيني. إيه الكائن اللي ماشي على جنب ده في القاعة وعنده مخالب كبيرة؟ ده اسمه السلطعون او المشهور بالكابوريا. هو بيحب الموسيقى جدا. تعال نروح للسلطعون شعبان. أهلا بيكم، أنا السلطعون شعبان. بتدوروا على معلومة؟ أنا موسوعة بحرية بمشي على 10 أرجل. عندك 10 أرجل؟ أيوة 10 بالظبط، منهم 2 كبار شبه الكماشة بنسميهم مخالب، بستخدمهم عشان أدافع عن نفسي وأقطع الأكل كمان. شايف يا حسن؟ شعبان جسمه مغطى بقشرة صلبة جدا بتحميه من الهجوم. القشرة دي اسمها زرع الكابيتيني، ودي زي درع قوي بتحافظ عليه. وبمشي دايما للجنب من قدام عشان ربنا سبحانه وتعالى خلقني كده، وده بيساعدني اني اتحرك بسرعة بين الصخور والرمال. وانت بتعيش فين يا شعبان؟ انا وقرايبي بنعيش في اماكن كتيرة، بعضنا في اعماق البحار وعلى الشواطئ، وبعضنا في المياه العذبة، وبعض الانواع بتطلع بره المية وتتنفس الهواء لفترات قصيرة. وفي سلطعون ناسك بيدور على صدفة يعيش فيها بدل ما يكون عنده قشرة سميكة زي شعبان. احنا اسمائنا كتير قوي وانواعنا اكتر، وكل اسم ليه نوع. السلطعون الازرق بيعيش في امريكا، والسلطعون الناسك بياخد صدفة فاضية يعيش فيها، والسلطعون العنكبوتي الياباني ده اطول وارجل بين كل الكائنات البحرية، والسلطعون الاحمر بيهاجر بالالاف في جزيرة الكريسماس، والسلطعون المربع شكله فعلا مربع. سبحان الله، دي أسماء وأشكال السلطعون. بس الأغرب يا حسن إن السلطعون مش بس شكله مميز، لأ ده كمان مفيد جدا. أنا بفيد البيئة البحرية لأني باكل بقايا الأكل والكائنات الميتة، يعني بعمل على تنظيف قاع البحر. وكمان يا شاطر حسن لحمه مفيد للإنسان، وبيحتوي على فوسفور وبروتين ودهون، ومفيد للعظام والمخ. انت طيب ولا ممكن تكون خطر؟ أنا طيب قوي، لكن لو حد ضايقني ممكن أقرصه بالمخلب بتاعي، بس مش بهجم، أنا بدافع بس. وفي بعض السلطعونات ممكن تكون سامة لو أكلناها غلط، وخصوصا لو مش مطبوخة كويس. يعني السلطعون كائن مهم جدا في البحر، بينظف وبيفيد وشكله كمان مضحك. كما ان السلطعون يلعب دورا مهما جدا وحيويا في النظام البيئي البحري، فهو يعمل كحيوان كاسح ومفترس، مما يساعد في الحفاظ على توازن السلسلة الغذائية. كما ان السلطعون يعتبر فريسة مهمة للعديد من الحيوانات البحرية الأخرى، مما يجعله جزءا أساسيا من الشبكات الغذائية. وفعلا العلم هو الكنز الحقيقي. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان اول لما انزل فيديو تكونوا اول ناس تشوفوه. تك 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 حن على الأسماك، وين نعيش بالبحر وين نعيش بالأنهار، بين اللولو والمرجان في من أشكال والوان. أنا القرش.